كنت بدي أسأل هلأ مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التصميم، كيف ممكن إنه المكتبات توظف هاي الأدوات لإنشاء محتوى بصري متجدد بيلتزم بالمعايير الهوية الأصلية؟ انا عايز بس اوضح حاجه مهمه جدا في التصميم بالذات. الاي اي زيه زي السيرش انجن وقت ما ظهر عمل طفره عند الناس كلها. الناس بدل ما كانت بتروح مكتبه تسافر لها عشان تقرا كتاب، بقى يدخل على جوجل وبيدور عليه وبعدين بيجيب المعلومه. الاي اي لما جه دلوقتي عمل حاجه اذكى واحسن يمكن بكتير من اللي كان بيحصل، ان هو وفر وقت الريسيرش او وقت البحث. طبعا مش بالدقه بتاعه الباحث، لكن هو كل يوم الاي اي بيتطور، لكن هو وفر خطوه تانية احنا كنا محتاجين ليها حاليا. لكن هو عمره ما هيغني عن وظائف او عن ناس معينه طول ما الناس دي بتتطور وعارفه تستخدم الاي اي ازاي. خليني اقول لك مثال. لو احنا طلبنا من الاي اي يعمل شعار، هتلاقي الشعار اللي هو بيطلعه للمؤسسه او للجهه اللي احنا طلبنا يعمل لها الشعار، هتلاقيه بيطلعه بشكل بسيط وشكل يعني غير مقبول، ما تقدريش تستخدميه في الاستخدامات بتاعته العاديه. ليه؟ لان هو الاي اي لسه بيتطور، ولان السؤال اللي اتسال بيه سؤال عام او سؤال جنرال، ما فيش وراه هويه معينه او ما فيش وراه اي اهداف او اي حاجات من اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. الاي اي هو وسيله مساعده، اهم حاجه نغذيها كويس قوي بالريكويرمنتس او المتطلبات بتاعتها، وما ينفعش نخليها هي تعمل حاجه ابداعيه. يعني الاي اي لما بيعمل اغنيه النهارده الناس بتبقى حاسه انها بالاي اي، لما بيعمل صوره او فيديو الناس بتبقى حاسه شويه انه لا مش طبيعي. نفس الفكره في الهويه، هو مطلوب منه يساعدنا لكن ما ينفعش يحل محل المصمم او الفنان. دي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. ممكن يساعدنا في انه يدينا افكار، ممكن يساعدنا في انه يدور مكان، لكن ما يقدرش يحل محل ديزاينر. ساعتها هيبقى واضح قوي ان ده لو بادجت برودكت او لو بادجت بيزنس، او حاجه ممكن تتقلد لو اتقال لها نفس البرومبت او نفس الكوماند اللي اتحط. فهي كل الاشكال حاجه مش مميزه. ممكن نستخدمه تاني في ان احنا نختبر بيه الهويه اللي اتعملت. يعني لو احنا عملنا هويه مع مصمم وعايزين نفاليديت هل هي دي بتميت او بتحقق اللي احنا اديناه في البريف او في الدوكيومنتس اللي كانت بتشرح الهويه اللي احنا محتاجين نترجمها بشكل بصري ولا لا، ساعتها ممكن نفاليديت اللوجو من خلال الاي اي.